الرحيم. توقفنا أمس عند لام الجحود في علامات نصب الفعل المضارع، وقلنا أن هناك شرط لابد منه، ألا وهو أن تسبق بكون منفي، كان وأخواتها منفية. نبدأ إن شاء الله في الحرف السابع من حروف نصب الفعل المضارع في صفحة 70. صفحة 70. والسابع حتى، نحو قوله تعالى: واصبر حتى يحكم الله. بسم الله. أعرف الواو وحسب ما قبلها. نعم. اصبر حرف فعل أمر مبني على سكون لا محل من الرفع. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. نعم. اصبر أنت. نعم. حتى حرف نواصب. حرف نصب. نعم. مبني على سكون لا حتى محل له من الإعراب. نعم. يحكم فعل مضارع منصوب بحروف بحتى وعلامة نصبه فتحة الظاهرة. يحكم الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. بسم الله ما شاء الله. الظاهرة. نعم أحسنت جزاك الله خيرا. الواو على حسب ما قبلها اصبر فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. اصبر أنت. حتى حرف نصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يحكم فعل مضارع منصوب بحتى وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والله لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. والثامن فاء السببية. فاء السببية أي الفاء المفيدة للسببية. معنى فاء السببية أي المفيدة للسببية، وهي إفادة أن ما قبلها سبب لما بعدها، أن ما قبلها يكون سبب للذي يأتي بعدها. هذا معنى فاء السببية. الوقع في جواب نفي أو طلب، أي لابد أن يكون قبل هذه الفاء نفي أو طلب، هذا شرط. أنت تريد أن تعرف هذه الفاء السببية أم غيرها، انظر قبلها. إن وجدت قبلها نفي أو طلب، هذه الفاء السببية، وهو حرف من حروف نصب الفعل المضارع. والثامن فاء السببية الواقعة في جواب نفي أو طلب. أما الواقعة في جواب نفي فنحو قوله تعالى: لا يقضى عليهم. لا يقضى عليهم فيموتوا. هنا نفي ثم أتت الفاء. لا يقضى عليهم فيموتوا، من قبلها سبب لما بعدها. بسم الله عبد الرحمن. لا حرف النفي والجزم. لا أخي نفي فقط لا يفعل شيء. لا حرف النفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يقضى فعل مضارع مرفوع مبني للمجهول مبني للمجهول أو تكون مغير الصيغة، لأن من الذي يقضي عليهم؟ الله. مبني للمجهول نعم. مرفوع وعلامة رفعه الضمة مقدرة للتعذر. نعم. ونائب الفاعل ضمير مستتر. نعم. عليهم وجوب تتر هو عليهم. حرف الجر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. فاء السببية مبني على حرف نصب مبني حرف النصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. يموت حرف المضارع فعل مضارع. حرف المضارع فعل المضارع. حرف المضارع أنا أقول فعل وأنت تقول حرف. فعل المضارع منصوب وعلامة بفاء السببية. فاء السببية وعلامة نصبه خسف النون نيابة عن الضم نيابة عن الفتحة. نيابة عن الفتحة لأنه من الأفعال الخمسة. واو جماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع. نعم. كما قال أخوكم إعراب جميل. لا حرف نفي، يقضى فعل مضارع، عليهم جار ومجرور، الفاء سببية، يموت فعل مضارع منصوب علامة نصب حذف النون، واو الجماعة فعل. وأما الواقعة في جواب الطلب فنحو تعلم العلم، هذا طلب أمر فينفعك. تعلم العلم فينفعك، هذا اسم طلب. طلب. بسم الله محمد.
تعلم إلى الأمر مبني على السكون خلق الإسكان كسر. العلم مفعول به. أين الفاعل؟ والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. والعلم مفعول به منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة. الفاء السببية مبنية على الفتح. ينفع في المضارع منصوب بالفاء السببية وعلى نصبه الفتحة الظاهرة. أو فاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. الكاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع مفعول به. في محل رفع جر. في محل نصب مفعول به. نعم. تعلم فعل أمر مبني على السكون حرك بالكسر لالتقاء الساكنين. الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. علما مفعول به. فاء سببية أتت بعد أمر. ينفع فعل مضارع منصوب بفاء السببية. ينفع هو فاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. والتاسع واو المعية التي تكون بمعنى واو، أي الواو المفيدة للمعية أي المصاحبة. معنى واو المعية بمعنى مع واو المعية مع هذا معنى واو المعية. والتي بمعنى المصاحبة أو التي تفيد المصاحبة، فتفيد أن ما قبلها مصاحب لما بعدها. ما قبلها مصاحب لما بعدها. الوقع أيضا في جواب نفي أو طلب، وهذا شرط. فالنفي كقولك لا ننهى عن خلق ومع ذلك نأتي مثله. كيف أنت تنهى عن خلق وتأتي مثله؟ هذا عار كبير. أنت تقول لا تفعل وتفعل. هذا كثير فينا وأنا واحد من الناس. المسلم عندما ينهى عن شيء يجب دائما الذي قاله هذا لابد هو يفعله. لابد يفعله إن كان خير، ينتهي عنه إن كان شر. والله سبحانه وتعالى ذم أقوام في القرآن الكريم. قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. كيف هذا؟ تأمرون الناس بالبر وتنسون، هذا ليس جيد. ليس جيد. ويقول الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت كبير. تقول للطلاب لا تفعل وأنت تفعل، هذا لا جيد في الإسلام. خاصة الأخ الذي ملتحي الذي هو قدوة بين الناس. قدوة. الناس ينظرون إليك غير ما ينظرون إلى رجل آخر. ينظرون إلى الرجل الملتزم مثل أي رجل آخر. لا 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 لا. رجل في مركز المنار 2 وهو يصعد على السلم. طالب أتى عنده نخامة يريد أن يدفل فتفل. هناك باب موجود، هذا الباب في داخله ناس، هو لا يدري، جديد، هو لا يدري أن هناك ناس في الداخل، ولكن هم مغلقون للنور، النور منطفئ. هو فعل هذا، اعتقد أن هذا مكان ليس فيه أحد، كان هناك رجل يجلس. وصعد الأخ، خرج وراءه وأتى به وأتى بالأستاذ، قال هل هذه أخلاقكم أيها الطلاب؟ هذا الحارس أتى بالأستاذ وأخي بلحية، قال هل هذه أخلاقكم أيها الطلاب؟ هذا لا يجوز. أنتم نحن نقول عنكم كذا وكذا وكذا، والله أثرت فينا كثيرا. وهذا الطالب اعتذر اعتذار، قال هذا درس قاس لي، هو جديد في مصر. ترجم له أحمد، قال والله هذا درس كبير لي، واعتذر للحارس. هذا لكن هو الحارس ممكن يفعل والناس كلها تفعل، لكن نحن عندما نفعل هذا ليس جيد. في بعض الأوقات أكون صاحب حق، خاصة في الطريق، وكنت دائما يعني أحاول أن أكون قوي. يعني لماذا هذا يفعل خطأ؟ لماذا؟
وأنزل من السيارة وربما يعني خلاص أوشكت على أن أضرب أو أضرب، ثم بعد ذلك هذا لا ينبغي. أنت رجل، أين أخلاق الحلم الذي كان يتصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان يعفو عمن ظلمه ويحسن إلى من أساء إليه. أين هذا؟ والله كانت عندي عادة خاصة بعد الثورة، الناس يفعلون أخطاء كثير، أنا لا أحب أخطاء في الطريق. أخطاء في الطريق هذا موت. رجل يمشي خلف الاتجاه، يعبر مكان ليس له، يعطل مصالح الناس. فكنت رجل يعني يعبر خطأ، أتي بالسيارة أمامه أقف. وهؤلاء أصحاب ميكروباصات، أخلاق سيئة، ثقافة سيئة. ثم بعد ذلك أخي وجدت نفسي أنزل وهذا يشتم فيه ويقول عيب عليك يا شيخ، وهذا قلت لا، هذا لا يجوز. أصبحت الآن ألتزم بالهدوء. أتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم يجب أن أعامل الناس بالحسنى. وفي مرة من المرات والله لا أنساها أبدا، كنت أمشي في الطريق وكان مزدحم، فمشيت عكس الاتجاه، مكان خال، بدلا من أمشي هكذا لا مشيت هكذا في الطريق المقابل. أوقفني رجل وقال لي عيب عليك يا شيخ، عيب عليك يا شيخ، نظر إلي عيب عليك يا شيخ، كيف تفعل؟ والله من يومها أخي أنا أتذكر هذا منذ أكثر من 20 سنة، هذا حدث منذ أكثر من 20 سنة، وأنا أتذكر عندما أفعل خطأ سأجد آخر يقول لي مثل هذا. نعم يعني نعم أنت لابد، فلا ننهى عن خلق ونأتي مثله. من بسم الله يا محمد أعلم يا عمر. عفوا عمر. لا ننهى، هذه لا نفي، لا ننهى عن خلق ومع ذلك نأتي مثله. لا نفي، لا تفعل شيء. لا نافية. لا نافية. حرف. لا حرف نافية. مبني. مبني على السكون. لا محل له. ننهى. ننهى في المضارع. مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة مقدرة للتعذر. انتهت بألف تعذر، لا تستطيع أن تضع ضمة. لو ياء للثقل، ألف للتعذر. من ينهى؟ نحن. والفاعل عندما يكون آخرها ياء أو واو أيضا. نعم. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، لا ننهى نحن عن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. حرك بالكسر. لا يجب. عفوا عن حرف جر مبني على السكون. خلق اسم مجرور بعن وعلامة جره الكسرة الظاهرة. الواو واو المعية حرف نصب. الواو واو المعية حرف نصب مبني على فتح لا محل له. نأتي في المضارع منصوب بواو المعية. فعل مضارع منصوب بماذا؟ بأن لن كي لم التعليل منصوب به. أين السبب؟ مثل حرف جر مجرور بعلى، هذا منصوب بواو المعية. منصوب بواو معية المعية علامة نصبه الفتح الظاهر. نعم. مثله. وأين الفعل؟ ونأتي من يأتي؟ نحن. ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. نأتي نحن. تقدير نحن. ماذا نأتي؟ مثل لا مفعول به منصوب منصوب وعلامة نصبه
الفتحة الظاهرة. والهاء ضمير متصل مبني على الضم وعلامة في محل جر في محل جر مضاف إليه. لا ننهى عن خلق ونأتي مثله. لا نفي، ننهى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة للتعذر. ننهى نحن، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير نحن، وعن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ومثل مفعول خلق اسم مجرور بعن وعلامة جره الكسرة الظاهرة. والواو واو المعية حرف نصب مبني على الفتح. نأتي فعل مضارع منصوب بواو المعية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. والفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. ومثله مفعول به والهاء في محل جر مضاف إليه. والطلب نحو قولك ذرني وأكرمك. عندما تزرني أكرمك. الزيارة والكرم يحدثان معا. ذرني وأكرمك. بسم الله. ذر فعل أمر مبني على السكون. هلا ضمير ذر أنت. نعم. والفاعل ضمير متصل. ضمير مستتر. ضمير مستتر أو متصل؟ أين متصل؟ مستتر ليس موجود. زر أنت النين. ضمير مستتر مبني وجوبا أنت تقديره أنت في محل رفع. لا خلاص. النون. نحن عربنا زر أنت ني. ذر فعل أمر مبني على السكون. فاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. النون هذه تسمى نون الوقاية، أصلها زري. زر أنت يي، أنا مفعول به. أنت لو أتيت هذه ياء بمفعول به أنت لابد تكسر الراء. لابد تكسر الراء. يعني مثلا هذا زر وأنت تريدها زري. زر أنت ني، هذا فعل وهذا مفعول به. والفاعل هنا ضمير مستتر. لو أنت ذكرت هذه الياء لابد من كسر الراء. والأفعال لا تكسر. ماذا فعلوا؟ حذفوا هذه ووضعوا النون هي التي أخذت الكسرة. هذه النون يسمونها نون الوقاية. ما معنى نون الوقاية؟ تحمي الفعل من الكسر، تجعله لا يكسر. فعل وفاعل، وهذه نون الوقاية حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. زر أنت زرني. أعجبني. هذا موجود كثير. نعم. ولها مواضع ولها درس إن شاء الله. نون الوقاية تمتنع وتجوز وتجب. مرة أخرى. زور فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ثم ضمير. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت. نعم. ثم نون الوقاية. ثم ياء حرف مبني على كسر لا محل له من الإعراب. والياء مفعول به منصوب. والياء ضمير متصل. ضمير متصل في محل مبني على السكون. في محل نصب مفعول به. نعم. واو هذا حرف سببي. واو المعية. واو المعية منصوب وعلى نصب الفتحة. واو المعية حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أكرم هذا فعل مضارع منصوب بواو وعلى نصب الفتحة الظاهرة. كضمير. من يكرم؟ أكرم أنا ك. أكرمك. والفاعل ضمير مستتر
وجوبا تقديره أنا. أكرم أنا. نعم. والكاف كاف ضمير متصل مجرور مبني بك مبني على الفتح وعلى جره في محل نصب مفعول به. نعم. أكرم، من يكرم؟ ماذا تكرم؟ ك. أكرم أنا ك، أنت مفعول به. أكرم فعل مضارع منصوب بواو المعية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. من يكرم؟ أنا. والفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. ماذا أكرم؟ أكرمك أنت مفعول به. هنا مفعول فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به، وهنا واو معية جملة جديدة، فعل مضارع منصوب فاعل ضمير مستتر مفعول به. زرني وأكرمك. ما تفهم؟ هذا لا مشكلة، أن مع التكرار ستحفظ إن شاء الله. مهم تفهم ولو قليل ليس مشكلة، إن شاء الله مع التكرار يثبت النحو إن شاء الله. والعشر أستاذ، هذا واو معية يأتي عندما طلب وأمر دائما. نعم. ودائما واو، هذا الواو معية. نعم. أو يوجد مثله أيضا يشبه عليه. هذه مثل شروط لواو المعية أن يسبق بنفي أو طلب. بعد النهي والطلب. نعم. يكون واو المعية عندما تأتي بفعل مضارع وتكون منصوبة. والعشر أو التي بمعنى إلا أو إلى. نحن اضرب المذنب إلى أن يتوب أو يتوب. اضرب المذنب أو يتوب أو إلى أن يتوب أو إلى أن يتوب. هذا أيضا كلمة أو يقول أن هذه من حروف نصب الفعل المضارع. اضرب. بسم الله عبد الرحمن. اضرب فعل أمر مبني على السكون حرك بالكسر لالتقاء الساكنين، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. المذنب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. أو حرف النصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يأتي الفعل المضارع منصوب وعلامة بأو وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. والضمير المستتر وجوب جواز تقديره هو. جزاك الله خيرا. هذا وقد ذهب ابن أجروم تبع للكوفيين، هذا مذهبه ولك أن تعمل به. هذا وقد ذهب ابن أجروم تبع للكوفيين إلى أن هذه العشرة جميعها ناصب للمضارع مباشرة. تنصب فعل مضارع منصوب بأن، بحتى، بفاء السببية، بواو المعية، بلام الجحود مباشرة، وهذا لا خلاف فيه، هذا ليس مشكلة. وذهب البصريون وجماعة من المحققين منهم ابن مالك وابن هشام إلى أن الناصب للمضارع هي الأربعة الأولى فقط. أن ولن وإذا وكي هي التي تنصب مباشرة. فعل مضارع منصوب بأن، منصوب بلن، منصوب بإذا، منصوب بكي. يبقى من العشرة 6، واحدة منهم جوازا مع أن. تقول أذهب إلى المدرسة لأتعلم، أصلها أذهب إلى المدرسة لأن أتعلم. لأن بمعنى لكي. فالفعل المضارع هنا ليس منصوب بلام التعليل، لا، منصوب بأن المدغمة في لام التعليل. المستترة هي مستترة هنا محذوفة، لكن جوازا هنا مستترة جوازا. و5 تستتر فيهم وجوبا، فاء السببية واو المعية حتى لام الجحود. نعم، لك الإعرابان وكلاهما صحيح. وذهب البصريون وجماعة من المحققين إلى أن الناصب للمضارع هي الأربعة الأولى منها فقط، وهي أن ولن وإذا وكي. وأما البقية فيكون النصب بعدها بأن محذوفا جوازا أو وجوبا. جوازا بعد لام التعليل،
جوازا بعد لام التعليل ووجوبا بعد الباقي. لماذا قالوا جوازا بعد لام التعليل؟ لأنها ممكن أن تظهر. نعم ممكن أن تظهر. قال تعالى وأمرت لأن أكون من المسلمين. وأمرت لأن أكون من المسلمين، إذا تظهر وتقول أمرت لأكون من المسلمين، لأن أكون أول المسلمين، لأن أكون أول المسلمين، لأكون أول المسلمين. ممكن لام. نعم. جوازا بعد لام التعليل ووجوبا بعد الباقي. أمثلة على الفعل المضارع المنصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى. لا تأكل حتى تجوعا. لا حرف نهي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تأكل فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. لا تأكل أنت حتى حرف نصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تجوع فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا في حتى. كيف فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا في حتى. تقول هذا الإعراب بأن المضمرة وجوبا في حتى. نعم. بأن المضمرة وجوبا في حتى وعلامة نصبه الفتحة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. لا تأكل أنت حتى تجوع أنت. لا تدخل حتى يؤذن لك. نفس شيء. بعد فاء السببية لا تهمل فتندم. أتى قبلها طلب وهو النهي. لا نهي تهمل مجزوم بلا النهي علامة جزمه السكون، فاعل ضمير مستتر، الفاء فاء سببية، تندم فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا في فاء السببية وعلامة نصبه الفتحة. تريد أن تكون فعل مضارع منصوب بفاء السببية وعلامة نصبه الفتحة. جميل. أنت ابن أجرون، أنت معه. لا تريد تقول فأن، هذا جيد. ليت لي مالا فأحج به. ليت لي مالا فأن أحج به. وبعد لام الجحود بعد أو أيضا لأنتظرن زيدا أو يجيئا أو أي يجيئا، لأستسهلن الصعب أو أن أدرك المنى. رحمك الله. وبعد لام الجحود ما كنت لأن أخلف الوعد ولم أكن لأن أنقض العهد. كلها بدل من أن تكون فعل مضارع منصوب بلام الجحود منصوب بأن المضمرة وجوبا في لام الجحود. بأن المضمرة وجوبا. بعد واو المعية لا تأمر بالصدق وتكذبا وأن تكذبا. لا تأكل السمك وأن تشرب اللبن. فعل مضارع منصوب بأن المضمرة في واو المعية وجوبا. نعم. هذا كان مخط. هذا كانت نواصب الفعل المضارع عددها 10. لك أن تنصب بها مباشرة ولك أن تقسمها إلى قسمين. تنصب مباشرة مع أن ولن وإذا. نعم. وكي. وتنصب بأن مضمرة جوازا مع لام التعليل ووجوبا مع اللامات الأخرى، اللام وحتى وفاء السببية وواو المعية وبعد أو. عندك إعراب كامل ولن يخلف الله وعده كي تقر عينها. يريد الله أن يخفف عنكم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس وما كان الله ليضيع إيمانكم واصبر حتى يحكم الله. لا يقضى عليهم فيموتوا. تعلم العلم فينفعك. زرني وأكرمك. اضرب المذنب أو يتوب. طبعا جزاه الله خيرا الذي وضع هذا الكتاب. أعطاك إن مر منك شيء ولم تفهمه ترجع وتكرر قراءة الإعراب. تكرر تكرر تكرر. مع التكرار يثبت عندك الإعراب
تصبح مثل عبد الرحمن ومثل محمد وأحسن من أستاذ خالد. نعم، التكرار أم للعلم، أساس للعلم. بدون التكرار لن نتعلم شيء، لابد تكرار. وأنت الآن معك فرصة، الأستاذ موجود والكتاب موجود. لو فهمت نصف الحصة وذهبت إلى البيت وبكل يعني رغبة في أن تكون جيدا في النحو، تقرأ فقط الإعراب وتعيد وتزيد. بعد كل أسبوع ماذا أخذنا في هذا الأسبوع؟ 7 حصص، أخذنا 76 ورقة. اجلس عليهم في يوم أو يومين، انتهي منهم وكرر كرر كرر، إن شاء الله تكونوا من أفضل الناس. جوازم المضارع. افتح لنا أخي هذا الشباك. أنت بردان؟ لا، في جاء خارج ريح يغلق. ريح؟ نعم. ليست ريح أخي. ما اسمه رياح. رياح. الله عندما ذكر لفظ الريح ذكر فيه عذاب، فأرسلنا عليهم الريح العقيم. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الرياح يقول اللهم اجعلها رياح ولا تجعلها ريح. من دعاء الرسول أثر عنه صلى الله عليه وسلم، عندما تشتد الرياح يكون عندنا قليل وقت، نحن نتوجه إلى الله ونقول اللهم اجعلها رياح ولا تجعلها ريح، لأن الرياح ذكرت في القرآن الكريم معها مبشرات، مع مطر، والمطر هذا من المبشرات. فأرسلنا الرياح لواقح، هي تلقح، هي تكون سبب في تأنيس وتذكير في إنبات النبات، هذه الرياح. وأرسلنا الرياح مبشرات تبشر، نعم، ولكن الريح ذكرت. نعم. إذا يوجد في الخارج ماذا؟ رياح. ولما ليس جيد ريح. نعم، لما تقول ليس جيد عندما يكون فيها عذاب. في حسن المسلم يوجد دعاء عند الرياح، اللهم أسألك من خيره وأعوذ بك من شره. نعم صحيح، نعم في حسن المسلم، نعم هذا جيد أيضا. جوازم المضارع، انتهينا من نواصب المضارع وعددهم 10. ندخل في جوازم المضارع وفيهم أشياء صعبة تحتاج إلى أن تكون في آخر الدرس، في آخر الكتاب. جوازم المضارع. قال المصنف والجوازم 18. نحن الآن في صفحة 77. صفحة 77 كل هذا إعراب الذي مر. قال المصنف والجوازم 18، وهي لم ولما وألم ولم الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وإن وما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى وأيان وأين وأن وحيث ما وكيف ما وإذا في الشعر خاصة. هذه 18 جازما بين حروف وبين أسماء. ولا نقول أدوات جزم المضارع، كلمة أداة هذه ليست جيدة. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من ذكر النواصب، بدأ في ذكر الجوازم. والأصل في جزم الفعل أن يكون بالسكون، هذا صحيح، وينوب عنه حذف النون في الأفعال 5، وحذف حرف العلة في الفعل المعتل الآخر، وهو يجزم إذا سبقه أحد الأدوات الجازمة. قبل أن نبدأ الدرس لابد هذا علامات جزم الفعل المضارع تكون في رأسك قبل أن نبدأ في هذا الدرس. هذا الدرس الكبير لا نستطيع أن نأخذه في مرة واحدة، لأن ممكن هذا عقل ينفجر. نعم، فيه كلام كثير نريد أن نقف عليه، وماذا يقول الأستاذ سالم وماذا يقول دكتور عبد الراجحي، نعم، خاصة في الأسماء التي تجزم فعلين. لكن قبل هذا لابد من علامات جزم الفعل المضارع.
هذا لابد أن يكون في رأسك ثابت. نعم. عندنا الفعل 3 أنواع: فعل صحيح الآخر، وفعل معتل الآخر، وفعل من الأفعال 5. فعل صحيح الآخر ليس آخره حرف علة، مثل مثلا عندنا كلمة يكتب، هذا فعل صحيح الآخر، يكتب صحيح الآخر، لا ألف لا واو لا ياء. فعل معتل الآخر مثل يسعى، معتل الآخر بألف، في الأصل ياء. ويمشي معتل الآخر بالياء. ويدعو معتل الآخر بالواو. هذه أفعال معتلة، معتل بألف، آخر ألف ياء واو، هذه ألف أصلها ياء. وفعل من الأفعال 5: يكتبان وتكتبان، مثنى مذكر مثنى مؤنث، تكتبان. ويكتبون للغائب، وتكتبون للمخاطب، وتكتبين للمخاطبة، تكتبين. هذه الأفعال تجزم بكم؟ تجزم ب18 جازم. لو كنا مثلا أخذنا واحد مثل لم، لو كنا أخذنا واحد مثل لم، هو حرف نفي وجزم وقلب، وهو مبني على السكون أن تكون لم، وكل الحروف لا محل له من الإعراب. إذا حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هذا الفعل الصحيح الآخر يجزم وعلامة جزمه السكون، تقول لم يكتب. والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة، فتقول لم يسعى ولم يمشي ولم يدعو. وتقول لم يكتبا ولم تكتبا ولم يكتبوا ولم تكتبوا ولم تكتبي. هذا الفعل مجزوم الصحيح الآخر، وعلامة جزمه السكون. وهذا مجزوم، هذه 3، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، حذف حرف العلة. والفتحة دليل على حذف الألف، والكسرة كسرة دليل على حذف الياء، والضمة دليل على حذف الواو. تريد أن تذكر اذكر، لا تريد أن تذكر اترك. فتقول لم حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يسعى فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، والفتحة دليل على حذف الألف. فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة، والكسرة دليل على حذف الياء. فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة كلها حذفت، والضمة دليل على حذف الواو. أستاذ هناك خطأ، يمشي بياء. نعم. هذا ياء أو هذه ياء. لا هناك كسرة. لا هذا شين. 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 نعم. يكتبان
كلها هو مجزوم بحذف النون. أفعال الخمسة تجزم، وعلامة جزم حذف النون. يكتبان لم يكتبا، أين النون عمر؟ ذهبت. نعم. وعندك ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة، ألف اثنين واو ياء ضمير متصل. كل الضمائر مبنية وكلها حروف مد، فهي مبنية على السكون وكلها في محل رفع فاعل. هذا الدرس لابد أن يكون في رأسك وتفهمه جيد وتطبق عليه قبل البدء في جوازم المضارع. خلاص، ما صار هذا الدرس صعب، إن شاء الله يصير سهل جدا طالما أنت وقفت على جوازم، على علامات جزم الفعل المضارع. الشرح: بعد أن فرغ المصنف رحمه الله. كم من الناس يدعو له برحمه الله؟ كثير. وانظر شرف العلم عندما تكتب كتاب أو تترجم شيء وتموت بعد ذلك ويبقى هذا الكتاب. كل من يقرأه سبحان الله، كل من يقرأه رحمه الله رحمه الله. هذه بركة العلم، والله بركة كبيرة. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من ذكر النواصب شرع في ذكر الجوازم. والأصل في جزم الفعل أن يكون بالسكون، الأصل، وينوب عنه حذف النون في الأفعال وحذف حرف العلة في الفعل معتل الآخر، وهو يجزم إذا سبقه أحد الأدوات الجازمة. وكلمة الأدوات هذه ليست جيدة، وهي على قسمين: حروف ما يجزم فعلا واحدا، وهي لم ولم، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء. اثنان ما يجزم فعلين، وهي الباقي يجزم فعلين. أولا ما يجزم فعلا واحدا، وهي لم، وهي حرف نفي، نعم تنفي، وجزم ما بعدها مجزوم، وقلب. معنى قلب تغير الزمن. أنت الفعل يكون مضارع، يكتب عمر الآن. عندما تدخل لم على يكتب، لم يكتب عمر أمسي، صارت فعل ماضي، تحول الزمن إلى زمن الماضي، تنفي الماضي. لهذا يقولون قلب. نفي تنفي، جزم تجزم، قلب تغير الزمن. نحو قوله تعالى: لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. محمد بسم الله. فقط محمد حرف جزم، خلاص. أنت في بداية التعلم، حرف نفي وجزم وقلب. حرف جزم نفي وقلب. نفي وجزم وقلب. حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون محرم من الإعراب. يلد في المضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه السكون، وفعل ضمير مستتر جواز تغييره هو. أحسنت. وحرف عطف مبني على الفتح لا محرم من الإعراب. لام حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون محرم من الإعراب. يولد في المضارع مجزوم بلام وعلامة فعل مضارع مبني للمجهول. مبني للمجهول. نعم مبني للمجهول، مغير الصيغة، لم يولد هو. مبني، هذا فعل مبني للمجهول. نعم. عطف معطوف لجد. عطف معطوف. لا، هنا جملة معطوفة على جملة لا نذكرها. نعم، كما قال أخوكم الشاهد كلمة لم يلد ولم يولد. لم يلد هذا فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه السكون، ويولد هذا فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم بلام وعلامة جزمه السكون. ولما، وهي حرف نفي وجزم وقلب أيضا، نحو قوله تعالى: لما يلحقوا بهم. بسم الله عبد الرحمن.
لما حرف النفي والجزم والقلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يلحق فعل المضارع مجزوم باللمة وعلامة جذبه حذف النون نيابة عن الضمة نيابة عن السكون نيابة عن السكون والواو لأنه من الأفعال الخمسة. واو جماعة وواو جماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وباء حرف الجر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. وهم ضمير متصل مبني على السكون في محل الجر اسم مجرور. أحسن. ولام الأمر وهي التي يطلب بها الفعل نحو قوله تعالى لينفق ذو سعة. لينفق ذو سعة يعني صاحب المال. بسم الله عمر. اللام لينفق. لام الأمر حرف جزم مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. لينفق اللام لام الأمر. لتشرب أنت عندما يكون معك 1000 جنيه أنا لا أريد. لتأخذ أستاذ أخذ جدا. لتأكل لتشرب. لام الأمر حرف جزم مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. ينفق نريد اللام. لام حرف جزم. لام الأمر لام حرف جزم مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. مرة أخرى. لام الأمر حرف جزم مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. بسم الله ما شاء الله. ممكن مرة أخرى. لام الأمر حرف الجزم مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. تعرف كان في الأول أول ما سمع هذه لام الأمر ما هذا أعوذ بالله. عندما سمع لام الأمر الآن ليس من قبل هو يقول اترك في رأسي يقول اترك ولا شيء. كلام كثير لكن كلام منضبط وليس فيه مشكلة. سبحان الله. اللام لام الأمر حرف جزم مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. انظر كلام كثير لكن سهل. اللام لام الأمر هي اسمها لام الأمر وهي حرف جزم وكل الحروف مبني على كسر وكل الحروف لا محل لها من الإعراب. هذا هو النحو. بعض الناس عندما نقول هذا الكلام لا أريد يستكثر الكلام يقول ما هذا أنا ضعيف جدا أنا لابد أن أدرس قبل ذلك 5 سنوات حتى أعرف هذا الإعراب. ما هذا إعراب؟ ما هذا الإعراب؟ هذا كلام سهل جدا ليس فيه مشكلة. فقط يعني أقبل عليه بحب. هو يحبك أيضا ما مشكلة. بسم الله عمر. لام الأمر اللام لام الأمر حرف جزم مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. بسم الله ما شاء الله. ينفق في المضارع مجزوم. نعم مجزوم بلام الأمر. علامة جزمه السكون. مشكلة أخي؟ مشكلة؟ يوجد في الإعراب مشكلة؟ لا يوجد والله. فعل أمر مجزوم. من السبب؟ أين العامل؟ مجزوم بلام الأمر. ما علامة جزمه؟ هو فاء صحيح علامة جزمه السكون. من ينفق ذو فاعل مرفوع ذو صاحب المال صاحب السعة. لينفق ذو سعة الذي عنده نقود ينفق. لينفق ذو صاحب ذو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة. وسعة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر. لينفق ذو سعة. أفهم أخوك.
أفهم أخوك. ذو это... أفهم أخاك. Это файл в этом. Здесь после этого... Кто ленюфик, да? Он говорит, кто ленюфик? ذو это файл идет здесь. Его алимат, он асмаль хамса, асмаль сита. Помнишь, мы изучали Ахука, Абука. Только вот он это ذو, там тоже один из них. У него алимат раф и вау. Короче, вместо дам у него вау пришел. А са это мудаф илей. Как-то двум может быть. Ду, он тот, кто обладает, обладающий. Это не как это есть. Это здесь идет файл, да. Он обладает, что кто обладает. Это он харфом не является. Это есть. Да, это исм. Харфом не является. Как что по нему говорить? Файл, здесь он файл. Файл, так он из асмаль хамса. Асмаль, почему асмаль хамса? Абука, ахука, хамука, фука, зу. Они же асма, не хуруф же, асма. Они асма, это он один из них, это ду. اليوم سنصنع طعام إن شاء الله للإفطار. اليوم سنصنع طعام للإفطار. من سينفق على هذا؟ ينفق ذو مال. يعني الذي سينفق على طعام الإفطار ذو مال، صاحب المال. هذا ذو فاعل. من ينفق ذو، وعلامة إعرابه مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة ترفع بالواو بدل من الضمة، تنصب بالألف بدلا من الفتحة، تجر بالياء بدلا من الكسر. وتأتي للدعاء. هذه اللام تأتي للدعاء. نعم، عندما يكون الطلب من الله نحو قوله تعالى ليقضي علينا ربك. هذا دعاء الكفار. الكفار بعد أن أدخلوا في النار طلبوا من مالك. من يعرف مالك؟ مالك خازن النار. من يعرف خازن الجنة؟ رضوان هذا خازن الجنة، ومالك هذا خازن النار. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. نريد من الله أن يقضي علينا، لا يريدون أن يعيشوا، هم يريدون الموت. سبحان الله. يأتيهم الجواب أخي بعد كم سنة؟ 500. بعد 1000 سنة. وقالوا بعد 700 سنة. نعم، أتاهم الجواب بعد وقت كبير جدا، بين 1000 وبين 700 سنة ينتظرون الإجابة. كل هذا في العذاب. قال الإجابة وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال إنكم ماكثون، إنكم خالدون في النار. ينتظرون الإجابة، فكانت هذه الإجابة إنكم ماكثون أي خالدون في النار. الله سبحانه وتعالى أمر يا أهل النار خلود بلا موت، ويا أهل الجنة خلود بلا موت. اللهم اجعلنا من الخالدين في الجنة يا رب مع حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لا نفعل شيء. نقول نريد ولكن لا نفعل شيء. ليقضي علينا ربك. الآن هذه لام مع الله سبحانه وتعالى. أنا لا أستطيع أن أقول لام الأمر. يقضي، هم يأمرون الله أم يدعون الله؟ يدعون الله، يرجون من الله. فبدل من لام الأمر نسميها لام الدعاء تأدبا مع الله. تأدبا مع الله. أنت تقول ربنا اغفر لنا، اغفر لنا، هذا فعل أمر مع الله، يكون أمر يكون دعاء. بسم الله ليقضي علينا ربك. بسم الله لام دعاء. مجزوم حرف جزم. مبني على كسرة. لا تقول تاء مربوطة. مبني على الكسر. مبني على كسر. لا محل له من أول. اللام مرة أخرى. لام الدعاء مجزوم. حرف جزم. مجزوم. مبني على كسر. لا محل من. يقضي. يقضي فعل مضارع
مجزوم بلام الدعاء بلام الدعاء وعلى جزمه أو على حرف الله. علينا لا ضمير على نعم. أنت تريد فاعل؟ الفاعل ربه، من يقضي ربه. نعم. على حرف جر مبني على كسر. لماذا كسر؟ أنت تقول علي مبني على السكون. مبني على السكون لا محل له من الإعراب. نعم. اسم مجرور ضمير متصل. متصل اسم مجرور. ضمير متصل. بعد حرف جر اسم مجرور. ضمير متصل. ضمير متصل مبني على السكون. مبني على السكون لا محل له في محل جر اسم مجرور. صحيح هو اسم مجرور ولكن تفصل هذا الكلام. ضمير متصل مبني وفي محل على سكون في محل جر مضاف إليه. في محل جر اسم مجرور. مع التعود ستعرفها إن شاء الله. مرة أخرى على جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ضمير متصل مبني على سكون في محل جر اسم مجرور. بسم الله ما شاء الله. صح؟ لا. ربو من يقضي ربو؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة. أنا لا أريدك أن تترك ظاهرة مقدرة، أنت لم تتعلم هذا. تقول إما ظاهرة إما مقدرة. ظاهرة. لا يكفي أن تكون مرفوع بالضمة هذا. والهاء أو الكاف. ضمير. ضمير متصل مبني على فتحة. مبني على الفتح من غير تاء مربوطة. مبني على الفتح لا محل في محل جر مضاف إليه. كل ضمير يتصل باسم، أي ضمير يتصل باسم، أي ضمير في محل جر مضاف إليه. أي ضمير يتصل باسم في محل جر مضاف إليه. ولن هي وهي التي يطلب بها ترك الفعل. هذه من حروف جزم الفعل المضارع، نحو قوله تعالى لا تحزن. من قال لمن؟ رسول صلى الله عليه وسلم. قال لا أبو بكر. أين؟ في الغار. نعم. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. هناك كتاب جميل، كتاب جميل جدا اسمه لا تحزن، أيضا جميل جدا. تفضل. ما اسمه المؤلف؟ مؤلف لا تحزن هو الشيخ نعم شيخ سعودي من سعودية. من سعودية. ما اسمه سبحان الله نسيت. لا تحزن. لا فعل الدعاء. لا فعل الأمر والجزم. أخي مرة أخرى. لا حرف الجزم. حرف دعاء وجزم. لا نقول نهي وجزم. هنا لا دعاء، هنا أمر. هذا اللي أبو بكر. نعم لا نهي. نعم عفوا. لا نهي حرف الأمر والجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. نعم. تحزن فعل المضارع مجزوم بلام نهي وعلامة جزمه نون وعلامة جزمه سكون. والفاعل ضمير مستتر وجوب تقديره أنت. لا تحزن أنت. وتأتي للدعاء نحو قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. بسم الله محمد. رب منادى منصوب بالفتحة لأنه مضاف، أصلها يا ربنا، حذف حرف النداء. رب منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. الضمير متصل مبني على السكون في محل جره مضاف إليه. أنت تقول في محل جره مضاف إليه. لماذا الهاء؟ لا نريد الهاء. في محل جر مضاف إليه. لا نهي. لا دعاء. لام الدعاء. دعاء والجزم. نعم حرف دعاء وجزم.
والجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تؤاخذ وآخذ في المضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون. الناء ضمير والفاعل ضمير مستتر وجوب تقديره أنت. لماذا؟ نعم. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. نعم. ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. أحسنت محمد. أصل الجملة أصل الآية يا ربنا، فرب هذه منادى منصوب بالفتحة لأنه مضاف، والنا في محل جر مضاف إليه. لا حرف نقول نهي وجزم، نقول دعاء وجزم مبني على السكون. تؤاخذ فعل مضارع مجزوم بلا الدعائية وعلامة جزمه السكون. لا تؤاخذ أنت والفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. لا تؤاخذ أنت نا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. ثانيا ما يجزم فعلين. الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط وجزاء. كم الساعة؟ 7:10. هذا الشرح وهذا الكلام لابد أن يكتب على السبورة ولو مرة، نكتبه مرة ثم بعد ذلك سنطبق عليه كل الذي سيأتي. نرى أن نجعله في المرة القادمة إن شاء الله التي هي غدا إن شاء الله. فغدا إن شاء الله نأخذ ما يجزم فعلين لأن له إعراب خاص، إعراب سهل ليس فيه مشكلة. نعم إعراب سهل ولكن له مثل نظام لو أخذناه الآن يعني وسنعيده غدا مرة أخرى. لا، وأنت لابد أن ترى هذا مكتوب أمامك على السبورة ثم تقرأ تقرأ تقرأ. نحن سنعرض مثلا 10 آيات، مع تكرار هذه 10 يثبت عندك إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.